وكاين واحد القنبله اللي هي جايه. واش تعرف بان هذا حلم؟ واش كتعرف بان هذا الحلم غادي نعيشوه غير واحد الشهور وغادي نفيقوا غادي نلقاو راسنا قدام واحد القنبله. انا بعت هذا الحلم هذا، عرفتي شحال بعت فيه للمواطنين، والمواطنين كيسمعوا لي كيثيقوا بيا، وانا صادق وانا كنتكلم معاهم كنقول لهم هذا الحلم الا مشى تتحقق ولا مولناه ونجحنا في التمويل ديالو راه حنا ميريكان ما توصلناش، ميريكان غتغير منا الا نجحنا في هذا المشروع هذا، والله ما عندها. قال لك زماننا كأهله وأهله كما ترى يسيرون بسيره وسيرهم إلى الورى، القرد سيد المجلس والليث جالس وراء. سي أزامي سلي عندك سوابق في الأرقام، عندك فكرة؟ عندي سوابق غير في الأرقام. لا محمد وزين تيهضر معايا بحال كنعرفو هادي 30 عام، وانا عمري هضرت معاه واللسان عنده لوك كيطير. قلت له تنصاب في التليفون. يعني غير صبروا معايا وما تكرهونيش. انا كنتسائل علاش المسؤول كيسمح لنفسه واش ما عندهمش النفس. قولوا لي نتوما اللي سياسيين وكنتم في مناصب المسؤوليه كيفاش تقبلوا المواطن يقول لك انت فاسد؟ الشفار الفاسد كلهم شفاره كلهم. علاش ما ندعيش؟ خصني نكون حاط بين عينيا مصلحه البلد والمواطن، ماشي داك المصلحه المزيفه ديال هادشي راه كنديرو حنا من اجل البلاد. لكن انا راه ما عمري شفت في حياتي كيف الشارع غيدير معارضه. وتخيلوا معايا 45 ولا 50% اميين غيديروا معارضه. كي غتكون المعارضه في الشوارع؟ يعني سي لو كاو. تعدينا الخياس ديال الحماق، زواج السلطه والمال. هذا هو لو طابو اللي ما كيهضر عليه حد. كاين شي واحد يهضر على صاحب الملك. النص اللي كان خص يدريس يقولوا هو انهم اللي قررت الحكومه ديالهم يصلحوا المقاصه ويحرروا السوق ديال المحروقات. قالوا بان الثمن ديالنا غادي يتبع النزول والهبوط ديال البرميل على المستوى العالمي. هذا كان شرط توقيفي، كان شرط جوهري ما تنفذش. وكان صمت الحكومه السابقه اللي فيها السي ادريس. حنا زوينين، ما بقيناش باغيين شي واحد نقولوا له حنا زوينين. حنا عرفنا راسنا زوينين، بلادنا بصح زوينه وفرضنا راسنا في العالم. ما بقيتش انا جو ني بلو دو فيغ لا دونس دو فونتر. نبقى نصح انا الاوروبيين دول بعثاء وكيجيو بعض الجيران سامحهم الله ويستغلوا ذاك الكلام ويقول لك هالمراركه كيموتوا بالجوع. لا، حنا عندنا مطيشه ب 10 درهم ولكن ما كنموتوش بالجوع. غتمشي للسوق تلقى عامره لك مطيشه. ما عندناش الجوع، اللي عندنا سوء التدبير. ما عندناش الجوع، عندنا المحروقات نفس الثمن والسوق حر. فين الحريه؟ وهما كيتفقوا. شركه التامين سوق حر وهما كلهم بحال الاثمنه بحال البنوك سوق حر وكل شيء. نفسي ما مشيتي كلوناج يعني يمشي يشمشم يعني مغمضين في النصوص القانونيه ديالو غير خليني يدخل. الادخار قهرنا. علاش هذا الغلاء وصلنا له؟ راه بالادخار، راه بالاحتكار اللي هي جريمه كيعابق عليها القانون، واللي كيعطي الحق النصوص القانونيه لمجلس المنافسه باش يتدخل ويحرك الدعوه العموميه ويسحلها على وكيل الملك ويقول لك انا ما عنديش اختصاص. انا بعدا شخصيا نحرت ملي كنطلبوا التواصل ما كاينش تواصل، سكات. وملي ينوضوا يتواصلوا يزبلوها. هذاك الناطق الرسمي بالحكومه باسم الحكومه عطى باب لاي مواطن وقع له تسمم غذائي باش دابا يدعي الحكومه مباشره. علاقه سببيه ثابته في المسؤوليه التقصيريه. قال لك خرجنا بلجان محليه ودازت على 45,000 تاجر. شكون هو التاجر اللي مشينا عنده؟ مول الحانوت. واش مول الحانوت في يديه شي حاجه في هادشي هذا؟ مول الحانوت كتوصلوا مطيشه ب 9 دراهم، علاش ما يبيعش ب 10 دراهم؟ شنو بغيتي بهذا مول الحانوت؟ واش حنا عندنا ذاك الناطق الرسمي بالحكومه خصو يخرج من مجلس الحكومه خصو يدير ذاك البركه. انا ما فهمتش بعدا كيفاش الناطق باسم الحكومه تيخرج فرحان في ذاك خصو يخرج عرقان، خصو يخرج متحطح، كيخرج فرحان. الاسئله
بسيطه اون كاريس دون سونس دو بوال اللي بيني وي وي سون نومبرو وغاديين والعامزين. لا خصو يعرق. هي ما فهمتش علاش اعضاء الحكومه بحكومتها عطينا بالظهر وهربا للقدام. واش هربا للور ولا هربا للقدام؟ كانت الحكومه عندها جرأه باش تحيد الضريبه. شنو غيوقع كاع الا تحرنا من هذيك الضريبه ديال البنزين لمده سنه؟ يلا نديروا لها التقييم ديالها ونقيموها مع 100 مليار اللي عطينا ديال المخطط الاخضر وال5 مليار اللي عطينا الاعانه. شحال غادي نخسروا؟ حنا بغينا نشوف الكلام ديالكم واقف على راسنا علينا وقف الا بغيتي ما كاين غير الا بغيتي غير هنا ومخبع هنا. الصوت اللي غادي لا ما بغينا حد يتخبع، بغينا كل شيء شفنا اليوم، بغينا كل شيء سمعنا اليوم، ولكن غنحس براسي حر اكثر. وانا ماذا بينا حنا بغيناك تكون مرتاح والكلام يكون لا ابدا بالعكس الفضاء. نعم الله يكثر خيرك. تفضل الدكتور جمال. ولكن واخا هكاك كنحس براسي براني. علاش؟ انا ما كنعرفش السياسه وما عمري قريت السياسه وما عمري درت السياسه وما عمري احتكيت بالسياسيين. في هذا اليوم كنحس براسي فغي يعني فعلا يعني غير صبروا معايا وما تكرهونيش. دكتور جمال انا اللي غادي نقول دكتور جمال اذا هو فعلا اولا انا مسرور جدا انني نكون اليوم معكم. والسي محمد اوزين تيهضر معايا بحال كنعرفو هذه 30 عام وانا عمري هضرت معاه واللسان عنده لوك 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 كيطير. قلت له تنصاب في التليفون عرفتي ما عرفتش كيفاش دار لي. جابني انا اليوم السبت والحد ما كنخدمش ما كنتحركش ما كنخرجش. جابني لهليك الزين. اكيد المساله اللي كتعلق بالمحروقات العلاقه السببيه واضحه ومباشره. كانت الحكومه عندها جرأه باش تحيد الضريبه. شنو غيوقع كاع الا تحرنا من هذيك الضريبه ديال البنزين لمده سنه؟ يلا نديروا لها التقييم ديالها ونقيموها مع 100 مليار اللي عطينا ديال المخطط الاخضر وال5 مليار اللي عطينا الاعانه. شحال غادي نخسروا؟ سي ازامي انت اللي عندك سوابق في الارقام. عندك فكره؟ عندي سوابق غير في الارقام. لا سوابق ايجابيه ذاك المحب غتكون عندك فكره. ما نوصلوش هاد الارقام، غنوصلوا ل 105 المليار. لا ما نوصلوش 105 المليار. انا عاد غنجي لهذا الشيء ديال الرسم وديال الضريبه وداك الشيء. إن ما درناهاش وكانت هذه غادي تكون عندها علاقه مباشره اولا على النفسيه ديال المواطن. اليوم اللي كنعالجوه النفسيه اكثر. علاش؟ حيت المغرب صبور. المغربي صبور، خصو كلمه طيبه، اهتمام به، الصدق في الكلام معاه، ما تعطيهش خليه بالجوع. ما كاينش مشكل، يتضامن معاك والله تيتضامن معاك. واللي عنده يعطيه لك واللي عنده القليل يقسمه معاك. عطيه غير الكلمه طيبه ويحس بك صادق. شنو اللي كيزيد يزيد طين بله؟ هي ما فهمتش علاش اعضاء الحكومه بحكومتها عطينا بالظهر وهربا للقدام. واش هربا للور ولا هربا للقدام؟ قال لنا سيرون كسيرهم وسيرهم الى الوراء. يسيرون قال زماننا كاهله واهله كما ترى يسيرون بسيره وسيرهم الى الوراء. القرد سيد المجلس والليث جالس وراء. يعني فعوت لي وجهه الناس المواطنين. انا نبغيهم يقولوا لي ودي راه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. رحنا تقارنا، رحنا جينا في واحد الحكومه في واحد الظرفيه عالميه استثنائيه وعندنا عامين ديال الجائحه وعندهم نعاونهم انا في الاسباب وقلنا راه الغالب الله. ولكن حنا غادي نديروا جهدنا ويبقى استرسال في التدخلات وفي التواصل وفي اللقاءات باش نوصل للمغربي الازمه اللي انا كنعيشها انا كحكومه باش يمكن لي نسير الشأن العام. واحد جوج، ملي كنطلبوا منهم يتواصلوا ناضوا يتواصلوا. لحسن الحظ ان عندنا ذاك الناطق الرسمي بالحكومه خصو يخرج من مجلس الحكومه خصو يدير ذاك البركه. انا ما فهمتش بعدا كيفاش الناطق باسم الحكومه تيخرج فرحان في ذاك خصو يخرج عرقان، خصو يخرج متحطح، كيخرج فرحان.
اسئله بسيطه اون كاريس دون سونس دو بوال اللي بيني وي وي سون نومبرو وغاديين والعامزين. لا، خصو يعرق، خص الاسئله الحقيقيه وخص الاجتهاد المسؤول في الصحافه باش يحرجوه بالاسئله الحقيقيه اللي كيعيش المواطن. وحنا كنبقاو غير غاديين في داك الشيء تو فا بيان، والاسئله بسيطه اللي هو تيجاوب هو مرتاح. ولكن جا في اخر خرجه ديالو سيدي تواصلوا معنا قولوا لنا شنو درتوا، الازمه، الغلاء، شنو درتوا؟ قال لك خرجنا بلجان محليه ودازت على 45,000 تاجر. شكون هو التاجر اللي مشينا عنده؟ مول الحانوت. واش مول الحانوت في يديه شي حاجه في هادشي هذا؟ مول الحانوت كتوصلوا ما تيشها ب 9 دراهم، علاش ما يبيعش ب 10 دراهم؟ شنو بغيتي بهاد مول الحانوت؟ واش واحد جوج ويتباهى بارقامه ويقول اننا حررنا 2200 و 2400 محضر مخالفه واتلفنا مئات الاطنان من الحلويات واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والخضروات والتوابل. هادشي هذاك ما تحررش كنا غناكلوه، كنفكرشنا هادشي. والسنوات اللي قبل والشهور اللي قبل راه كنا كناكلوه، حيت ما عاد خرجوا يشتغلوا ولقاو هادشي كله. هذا عطاه باب، هذاك الناطق الرسمي بالحكومه باسم الحكومه عطاه باب لاي مواطن وقع له تسمم غذائي باش دابا يدعي الحكومه مباشره. علاقه سببيه ثابته في المسؤوليه التقصيريه. لقد انا اصبت بضرر بسبب تقاعسكم وتقصيركم. ها هو الرئيس المنطوق الناطق بالرسم باسم الحكومه هو تيقولها. عاد ناضوا اشتغلوا، يعني ملي كانوا ما كيشتغلوش هادشي كله حنا كنا معرضين ليه. اذا حرت انا بعدا شخصيا حرت ملي كنطلبوا التواصل ما كاينش تواصل، سكات. وملي ينوضوا يتواصلوا يزبلوها. واش ما عندهمش مستشارين؟